لا ما حضوش حق التنظيم ديالنا اسمعني التنظيم ديالنا ديال كاس افريقيا بنا باننا قادرين ان ننظموا موجودين قادرين ننظموا كاس العالم في 2030 حاليا نقدروا ننظموها دابا مادام في عامين طلعنا تيران بحال ديال مولاي عبد الله بارك بحال ما كان في ظرف 4 سنين قادرين نبنيو تيرانات اخرين وننظموا حنا البطوله بوحدنا. ولكن حنا فهمتي خدينا التنظيم مع اسبانيا والبرتغال تنظن بانه خاصهم يحترموا فهمتي. هو كان تيركب على ما حدث في النهائي باش يجمع زعما. شوف راه عندهم هما دابا الملعب ديال البرنابيو مزيان، ولكن عندهم الملعب ديال برشلونه راك شاول البارح شنو وقع فيه، يعني الماء تيدخل من جميع الجوانب ديال الملعب. دونك راه ما غاديش نحكموا عليه، يعني الا كان غادي هذاك التيران ينظم النهائي ولا البرنابيو ضروري غيكونوا فيه مشاكل. راه لونتوراج البرنابيو راه فيه مشاكل حتى لما كانوش داخل الميدان في لونتوراج ديالو. انا مشيت لونتوراج ديالو راه حداه المجمعات السكنيه، حداه الموبلات دايرين به، يعني ما كاينش ليسباس فين يوقفوا السيارات، ما فيش بزاف ديال الحوايج ما كاينينش فيه. ولكن الملعب ديال الرباط انا مشيت راه فيه واحد ليسباس خيالي في لونتوراج ديالو، يعني عندك السيارات فين يوقفوا وعندك حتى التراجيتوار فين دوز على سوا بيطون سوا بالطوموبيل. وحنا ما تنظنش كاع مولاي عبد الله حنا مرشحين يكون في النهائي. حنا عندنا ملعب اخر في طور البناء غادي يكون موجود ان شاء الله، اكبر سعه في العالم، يكون اكبر ملعب في العالم. ربما ينظم النهائي، ربما ينظم الافتتاح. ولكن انا مع ان يكون واحد الاتفاق ثلاثي. انت راه ماشي بوحدك تنظم. هادشي اللي بان لي انا. شوف كما كان قال القجع تا هو في الاول كان قال باللي راه حنا اللي غادي ننظموا، راه كانت ناضت هاد البوليميك واحد الوقت وكانوا كيقولوا هما لا حنا اللي غادي ننظموا الفينال وهما اللي غادي يستضيفوا الفينال. هادشي اتفاق خصو يكون اتفاق بينهم. شوف مادام وتيتم الاعلان عليه باللي باقي حتى شي حاجه ما اوفيسيال، عارفين باللي هاد القرار غادي يخرج من واحد البلاصه اللي باقا ما نتقاتش به لحد الان. دونك ما كاينش علاش غادي نبقى نبرز راسي معاه ولا فهمتي ولا نخلي ولا فهمتي. بحال دابا هاد الاخبار هادو راه تيخرجوا شي وحدين كيركبوا عليها كيما الشي هذاك قال لك الله حقا راه الناس حلمت باللي راه لاعب الجزائر وفرنسا في فينال والسلام. هادشي اللي كاين.